السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في برنامجنا حوار مع أم دمياطية. كل سنة وكل أم بخير، كل سنة وكل أم في منتهى الصحة والسعادة يا رب طول العمر. البرنامج ده برعاية شركة وعد الريان للاستثمار العقاري بدمياط الجديدة. البر والإحسان من أسمى معاني الطاعة للوالدين بشكل عام، وخاصة للأم بشكل خاص جدا. النهاردة معانا أم جميلة هدفها في الحياة إنها تربي بناتها أحسن تربية، إنها تعمل لهم كل حاجة حلوة. تعالوا نتعرف عليها ونشوف هي نفسها تعمل ليهم إيه. أهلا بيكي يا أمان. أهلا بيكي. عرفتينا إزاي؟ أنا طبعا عارفة أستاذ محمد ريان من السنة اللي فاتت، وعجبني الفيديو اللي هو عمله جدا للأم. كان فيديو بجد يعني أكتر من رائع، فأنا حبيت عرفت إن انتوا عملتوا فيه برنامج وحبيت أشارك فيه وأبقى موجودة معاكي في حلقة النهاردة. تنورتينا النهاردة. نورك يا حبيبتي. انت معاكي بنتين مظبوط؟ معايا ندى ونور. عندهم قد ايه؟ ندى 12 سنة. تمام. ونور 9 سنين. تمام. 6 وثالثة. تمام. أصغر أم معانا النهاردة. انت عندك كام سنة ولا ما بتحبيش تقولي؟ لا طب كويس سنة. عندك الشجاعة. 30 سنة شهر ده. تمام. انا عرفت ان انت يا امان عندك موهبتين، مش موهبة واحدة، الشعر والغنى. تمام. طيب أيوة. انت الموهبة اللي فيكي دي تحبي تنميها في بناتك ولا لا؟ لا، بحب لو هما في موهبة بحب ان انميها جدا. تمام. بس هما بيحبوا الرسم، في ندى بتحب الرسم، فانا بحاول ان انا انمي لها الموهبة جدا. تمام. وان انا كمان ان انا الفترة الجاية اديلها كورسات. تمام. لو بحيث ان هي تكون افضل. تمام. ونور بقى في غنى شوية بس مش قوي، لسه بداية كده بس بتحب. تمام. انت متجوزة بقالك كام سنة؟ انا بقالي 13 سنة. تمام ما شاء الله. طيب لما كنت في بيتكم في عز باباكي وعز مامتك كده، مواقفك كانت ايه معاهم؟ ويوم فرحك كده لما خرجتي من عندهم كان احساسك ايه لما خلاص مش هتباتي مع مامتك النهاردة، انت رايحة تباتي في بيت جوزك؟ لا، كان احساس صعب جدا. كنت حاسة ان انا لسه يعني عارفة كأني لسه طفلة وما شبعتش منهم. عارفة انت الاحساس ده؟ انا حسيت كده. طبعا الجواز سن صغير، بابا كان مسافر، ما قعدتش معاه اللي هو كتير. مامتي كانت هي اللي شايله المسؤوليه جدا. بتخاف علينا لدرجه يعني بصي ماشيين مش هنبص جنبنا. كان خوف علينا قوي. على فكره مش مامتك لوحدها، كل ام دمياطيه، الدمياطه بالذات، الامهات بشكل عام يعني عندها حرص جامد على بناتهم، بس طبعا. في الدمياطه بالاكتر الحرص بيبقى شديد جدا جدا جدا، اضعاف جدا فعلا. وطبعا مامتي ما اقدرش انسى لها حاجات كتير جدا، يعني واقفه جنبي في حاجات كتير دلوقتي. حتى انا في موهبتي هي بتشجعني، وبابا برضو، وغير حاجات تانية كتير قوي. خوفها عليا وحنيتها ليا ولاخواتي، ايام حلوه يعني ما تتعوضش اصلا. طب انت بقى بتعملي ده مع بناتك؟ انا جدا. انا بناتي كانهم اصحابي، يعني هم اصلا بيعتبروا انا مش مامتهم، انا صاحبتهم. تمام، دي حاجه كويسه جدا جدا. هم اصلا حابين كده، يعني لدرجه ان مثلا بصي يعني في وقت يقولوا ماما احنا مش عايزين نقول لك يا ماما، احنا عايزين نقول لك يا امان، فاهمه؟ انت صغيره. والله بجد اقول لهم لا مش هينفع كده، لا قولوا ماما. فانا هم بالنسبه لي اخواتي قبل ما يكونوا ولادي. طب بصي يا امان، اكيد الحلقه دي لما هم يكبروا ويبقوا قدك هيشوفوها، فتحبي توصلي لهم ايه ان هم لما يكبروا ويبقوا قدك في السن ده 30 او 25 سنه يسمعوكي كنت بتوصيهم على ايه، او كنت بتقولي لهم ايه، او نفسك تشوفيهم ايه؟ نفسي اشوفهم حاجه كبيره قوي، وكل واحده فيهم عندها طموح تحققه. ونفسي قوي يبقوا يحسوا بالناس جدا. يعني انا بعلمهم الحنيه، ان هم ازاي يقدروا لو في حد تعبان ازاي يقدروا يقفوا جنبه. تمام. ازاي حد مسكين ان هم يحسوا بيه. فانا نفسي قوي ان هم ياخدوا ده مني عشان انا كده، فدايما بحاول ان هم يكونوا زيي. طيب. والحمد لله يعني بحاول واحده واحده ان هم يكونوا كده، حتى لو هم مش كده بس ان شاء الله يكونوا كده. التربيه صعبه؟ اكيد طبعا جدا.
وانا طبعا بتعامل معاهم اللي هو يعني مش، بصي كان سن صغير مش قادره ان انا اكون برضو في سيطره جامده، بس كان عشان سني. لكن دلوقتي برضو في خوف برضو كل حاجه. طب ليه سؤال ليك. اتفضلي. دلوقتي مامتك انت كنت بتقولي مش بتخافي ان انت تلفي تعملي كده وانت ماشيه. اكيد الموضوع ده كان بيضايقك وبيخنقك جدا اكيد. يعني كان نفسي ان انا ما اكونش عندي يعني ما بقاش خايفه قوي كده. انا كنت بخاف جدا، بس كان بيجي عليكي وقت اكيد بتتخنقي ان انت ماما متشدده معايا جدا. انت دلوقتي ربنا كرمك ببنتين، بتعملي معاهم كده اكيد؟ لا بعمل معاهم ايه يعني، بس مش زي ماما قوي يعني. انا معاهم على طول. انا قصدي سؤالي اللي هو اخره ان انت حسيتي باحساس خوف مامتك عليكي كان ازاي؟ طبعا بخاف عليهم جدا. وافتكرتي في السن بتاعهم اكيد طبعا في سنك قد ايه مامتك كانت بتخاف عليكي؟ قد ايه. انا بوصيهم انت جايه من المدرسه على طول على المدرسه، ما تروحيش مع صاحبتك. حاجات كتير قوي. تقعدي تقولي كده ماما كانت عندها حق اللي بتعمله وكانت بتعمله معانا. اكيد كان عندها حق. وانا مبسوطه من تربيه مامتي لينا عشان هي كانت تربيه صح. واخده بالك؟ انا نفسي ان انا اكون زي مامتي مع بناتي طول العمر والصحه ويخليها ليك. يمكن انا حنيتي معاهم فهم حاسين ان انا طيبه قوي، فبيوصلوا لحاجات هم اي حاجه هم محتاجينها بيلاقوها مني. طيب بالنسبه لانك شاعره كبيره بقى، تحب تقولي لمامتك ايه؟ انا كتبت حاجه لمامتي، ومش حاجه واحده، انا كاتبه حاجات. بس النهارده هقول حاجه كنت كاتباها اسمها بحكي حكايه ام تعبت كتير عشاني. بحكي حكايه ام تعبت كتير عشاني، لو عشت يوم حبيبتي من غيرك انا بعاني. فاكره كل حاجه حلوه معاكي والذكريات، يا امي يا غاليه انا عشت معاكي احلى حكايات. اول خطوه خطيتها وانا في ايديكي، واول نظره من عيني كانت ليكي، واول ضحكه من قلبي كانت بيكي. كلام كتير يا امي ومهما اقول ما يكفيكي، يا اول حضن في حياتي واحلى حضن مدفيني. بدعي دايما يطول عمرك من حنانك وتديني. بحكي حكايه ام تعبت كتير عشاني، لو عشت يوم حبيبتي من غيرك انا بعاني. جميل قوي والله، جميل احساسك يدخل القلب كده. على فكره هي اطول من كده بس انا لسه ما حفظتهاش. فطبعا ان شاء الله هنزلها قريب ان شاء الله على اليوتيوب. نورتينا يا ايمان، وربنا يخلي لك بناتك وتشوفي فيهم كل خير يا حبيبه قلبي. وانا بقول لكل ام مصريه كل سنه وهي طيبه، وبقول لمامتي كل سنه وانت طيبه، وربنا يديك الصحه يا رب، ويديمك في حياتي نعمه كده، هي واولادي وعيلتي كلها يا رب.